مين وحشه يا جماعه الزمالك زيي؟ بغض النظر ان الزمالك لما بيلعب بيجيب لنا الضغط والسكر، بس كلنا تقريبا يعني الزمالك وحشنا، نفسنا نشوف الزمالك بيلعب. طيب اول يا جماعه مباراه للزمالك يوم 1/5 قدام المصري في الدوري، وطبعا دي مباراه صعبه. مش بس صعوبتها ان فريق المصري فريق كبير وقوي وعنده سكواد هايل، مش بس كده، الفكره ان احنا كمان بنجري ورا بعض على المركز الثالث والرابع. يعني احنا في المركز الثالث، المصري في المركز الرابع، وعايز يكسبنا طبعا عشان يطلع الثالث، ده حوار تاني. طب ايه كمان؟ احنا عندنا غيابات لتراكم الانذارات. طب ايه كمان؟ احنا الزمالك لما بيقعد فتره طويله ما بيلعبش بيبقى اداؤه وحش لحد ما كتير بصراحه. تمام. طيب كمان الزمالك غريب جدا انه عمل ماتش ودي، انا قلت دي حاجه كويسه جدا، بس عملوا مع بهتيم. بغض النظر يعني مع احترامي ليها، بس هي مين بهتيم؟ احنا عايزين فرقه قويه نسبيا تحضيرا لماتش المصري. فانا اتفاجئت الصراحه ان احنا هنلاعب فرقه اسمها بهتيم، انا ما كنتش اعرفها اصلا، بس تمام. كمان احنا كسبناها 12-1 عشان تعرفوا قد ايه هي كانت سهله يعني. طبعا سيف الجزيري سجل تقريبا هاتريك، في ناس جابت هدفين زي ايشو وتقريبا محمد عاطف، دونج جاب هدف، فتوح جاب هدف، يعني في ناس كتير جابت اهداف بصراحه، كانت حفله اهداف ودخل فينا هدف. عامه كنت اتمنى ان هي تكون وديه اصعب شويه تحضيرا لماتش المصري، واتمنى ان بيسيرو يستغل الفرصه ونكسب المصري عشان ننافس فعلا على الدوري، عشان احنا لو ما كسبناش المصري وما كسبناش كل ماتشاتنا في الدوري يعني يبقى مفيش دوري. لان انا لحد دلوقتي عندي امل في الدوري على فكره، واتمنى ان كل الجمهور وكل الاداره وكل اللعيبه يبقى عندها امل في الدوري، ان كل ماتش في الدوري اكنه ماتش كاس. انا مش هطلع من الملعب غير لما اكسب، حرفيا ده يبقى لازم موجود في كل عقل اي لاعب عندنا. مش هطلع من الملعب غير وانا كسبان، متعادل لا.